فيلمنا بيبدأ في مدينة إبسوم داونز في استراليا، وبنشوف الكلب رانت هو بيخطف هوت دوج من الجزارة وبيهرب بسرعة. وفي الوقت ده بيبقى الشرطي بيعلق إعلان وفيه صورة رانت ومكتوب في الإعلان إنه مطلوب للعدالة. وبتخرج صاحبة الجزارة وهي متضايقة وبتصرخ وبتقول للناس القزم ده سرقني. وبيلاحظ صاحب مزرعة غنم اللي بيحصل، فبيتضايق وبيقول أنا عارف الكلب ده كويس وكان في الصناديق بتاعتي. وبيبدأ الشرطي وصاحبة الجزارة وصاحب مزرعة الغنم في مطاردة رانت الكلب، وبيجروا وراه كتير جدا لحد ما بيحس الشرطي إنه خلاص قدر يمسكه، لكن رانت بيطلع أذكى منه وبيهرب لمكان بعيد. وبيوصل رانت للمكان اللي قاعدة فيه الطفلة آني، وبنعرف إنها بنت صاحب مزرعة غنم اسمها براين، ومن هواياتها تصليح أي حاجة بايظة، وبتبقى الصفة دي ورثها عن جدها ولي. وفي الوقت اللي بيوصل فيه رانت تبقى آني قاعدة بتحاول تصلح ساعة قديمة، وبيقرب منها رانت فبتسأله أنت ما عندكش حد بيهتم بيك؟ وبتحس إنه جعان، وبتقول له لازم أشوفك بكرة، وبتمشي. وبالليل بيبقى رانت نايم في الميدان بتاع القرية، وبيصحى الصبح وبيقف يتفرج على إعلان لأكل الكلاب، وبيبقى واضح إنه جعان جدا. وبعدها بيروح للمكان اللي قابل فيه آني، ولما بتشوفه بيظهر عليها إنها فرحانة، ولما بيقرب منها بتطلع علبة الأكل وبتقول له شايف أنا جايبة إيه عشانك، وبتحط له الأكل وبتقول له اتفضل كلها كلها، واضح إنك حبيت الأكل ده جدا. وبيخلص رانت علبة الأكل كلها، فبتبدأ آني تتحرك عشان ترجع البيت، وبتلاحظ إنه بيمشي وراها، فبتقول له أنت عايز إيه مني بقى، وبتمد له إيديها، فبيمد لها إيده وكأنه بيقول لها أنا جاي معاكي. وبعد مرور فترة بنشوف آني وهي في المدرسة، وبتبقى الأستاذة فورمسبي بتشرح لهم درس عن العواصف ونظرية تكثيف البخار في هيئة سحب ونزوله في شكل مطر. فبيتكلم طفل من زمايل آني وبيقول لفورمسبي أكيد ده ما بيحصلش في أبسن داونز لأننا بقالنا 375 يوم ما نزلش مطر. وبيقول له إن أمه بتقول لو الجفاف ده استمر فترة أطول هيضطروا يبيعوا المزرعة بتاعتهم. لكن طفلة تانية بتتكلم وبتقول لهم الموضوع ده بقى صعب جدا لأن مسموح لي أغسل شعري مرة واحدة في الشهر بسبب قلة المية. وفي اللحظة دي بتلاحظ فورمسبي إن آني مش مركزة معاها ومشغولة في تصليح كرسي زميلها اللي قدامها لأنها شافت مسمار خارج منه، فبتنادي عليها وبتحس آني بالإحراج فبتوقف اللي بتعمله. وفي الوقت ده بيوصل براين والد آني وبينادي عليها بصوت عالي، فبتخرج فورمسبي وهي متضايقة وبتقول له مش معقول كده، دي ثالث مرة خلال الشهر ده. فبيقول لها أنا آسف بس دي حالة طارئة ومحتاج فيها مساعدة آني. فبتقول له حالة طارئة برضه يا براين، أنت بتعطل الدراسة من وقت ما كنت طالب عندي وبتلبس شورت. فبتتدخل آني وبتقول لها إنها محتاجة تمشي عشان في حاجة لازم تصلحها، فبتوافق فورمسبي وبتودعها وبتقول لها هيتقابلوا يوم الاثنين. وبتخرج آني مع براين وبيقول لها إنه آسف إنه اضطر يخرجها من المدرسة بدري. فبتقول له مفيش مشكلة، احنا كده كده كنا بناخد درس عن العواصف. فبيقول لها إن ده كويس جدا، أنت بقى ممكن تستغل اللي عرفتيه، وده لأن جدك والي كان بيدرس العواصف هو كمان وكان عنده أفكار غريبة وحاول يعمل تجربة للأمطار الصناعية. فبتقول له أنا بجد؟ فبيقول لها أنا عمري ما قدرت أفهم اللي كان بيحاول يعمله لأنه دايما كان عنده أفكار غريبة. وبيوصل براين لمزرعة روبرت وبينزل من العربية بسرعة وبيقول له ما كانش لازم تبقى في كامل شياكتك وأنت بتقابلني. فبيقول روبرت إن الأغنام بتاعتك اتعدت عليا على ممتلكاتي، وبيقول له لو ما اتصرفش ومشاهم في خلال 10 دقايق هياخدهم منه بموجب أحكام ميثاق الأغنام. فبيقول له براين ميثاق الأغنام؟ يا نهار أبيض، إيه رأيك بقى لو ندخل نناقش الموضوع ده جوه؟ لكن روبرت بيسأله إزاي يتجرأ يعزم نفسه في بيته، واضح إن عيلة شير كلها ما فيش فيهم فايدة. لكن أني بتتدخل وبتقول لروبرت إن كل الموضوع إن رونت مش هيتحرك لو في حد شايفه غيري. وبيتدخل براين وبيقول له دي حقيقة، الكلب فعلا ما بيسمعش كلام حد غيرها مع إنه حاول بكل الطرق. وبيدخل براين لبيت روبرت وبتبدأ أني تدي أوامر لرونت عشان يقود الغنم بعيد عن بيت روبرت، وبيبقى براين واقف بيراقبها بفخر وشايف إنها عاملة تيم كويس جدا مع رونت. وفي الوقت ده بيبدأ روبرت يتكلم مع براين وبيقول له لو الأغنام بتاعتك اتعدت على أملاكي مرة تانية هضطر إني أصدر أمر ملكية. فبيقول له براين إنه مش كفاية إنه سرق المية بتاعتهم، فبيتضايق روبرت وبيعرفه إنه ما سرقش منهم حاجة وكل حاجة في الأرض تعتبر ملكه، وكان من حقه إنه يعمل سد على أرضه وإنه دايما بيتصرف بشكل قانوني، واللي حصل في مجرى النهر ما كانش ذنبه. وبيقول له تقدر تاخد الإجراء اللي يناسبكم. فبيتريق براين على كلامه وبيقول له أنت عارف إن والدي حاول كتير يتصرف وأنت اللي كنت بتأجل واستخدمت كل الحيل القذرة لحد ما الفلوس خلصت. فبيبص له روبرت بنظرات شريرة وبيقول له إن لو وضعه المالي مش كويس يقدر يقدم له عرض مناسب ويشتري أملاكه. وبيبص للخريطة اللي رسمها للمدينة واللي واضح منها إنه قدر يشتري أغلب أراضي المزارعين. وفي الوقت ده بنشوف سوزي وهي بتتابع ماكس أخوها اللي بيصور فيديو للمتابعين بتوعه على اليوتيوب، وبيكلموا بيقول لهم أنا هعمل حيلة جديدة وهولع نار في إطار العجلة بتاعتي، وبيشرح لهم الطريقة اللي هيعمل بيها الحيلة، وبيقول لهم إنه وصلوا للمشترك رقم 25 الأسبوع ده وعشان كده هو سعيد جدا، وبيطلب منهم ما ينسوش اللايك والكومنت ويلا بينا نبدأ. وبيروح ماكس عشان يولع نار في إطارات العجلة وبيبدأ يتحرك بيها. وفي الوقت ده بتشوفوا سوزي وبتجري بسرعة عشان تطفي النار، فبيترجاها ما دخلش لأنه كويس، لكن سوزي بتبقى خايفة عليه وبتحاول تنقذه. وبيوصل براين وآني وبيظهر إنهم مستغربين اللي بيحصل، وبيسأل براين وهو متضايق وبيقول لماكس تشدي نضارة الشمس بتاعتي. وبالليل بنشوف سوزي وهي بتقدم العشاء لأسرتها وبتشرح لهم الوصفة اللي هي عاملاها، وبيحاول براين وماكس يجاملوها وبيقولوا لها تسلم إيدك الأكل جميل. ولما بتسأل آني عن رأيها في الأكل بتجاوبها بصراحة وبتقولها إن الأكل طعمه بشع، فبتقولها معلش حاولي تاكلي أي حاجة. وبتجرب آني إنها تحط من الأكل الرنت وبيبقى واضح إن هو كمان مش عاجبه الأكل. وبعدها بنشوف آني وهي بتحاول تدعم القناة بتاعت ماكس وبتشوف آخر فيديو ليه وبتعمله كومنت. وفي
الوقت ده بتبقى سوزي قاعده مع براين وبتواسيه وبتقول له انهم ممكن يشدوا الحزام شويه في المصاريف، بس هي مش عارفه تعمل ايه في الصيف. فبيقول لها السحب على المكشوف ممكن يموتهم. فبتتناقش معاه ان يعني هي عارفه انه مش عايز يبيع المزرعه، لكنها تقترح ان لو روبرت بارين عرض سعر مناسب ممكن يبيعه. فبيقول لها لا اكيد مش هوافق على بيع المزرعه لاني كده هكسر قلب دولي، وبيعرفها انه هيضيع كل الشغل اللي عمله والي في المكان، وانه شاف الخريطه اللي عاملها روبرت لكل المزارع اللي اشتراها، وعارف انه قاصد يجوعهم عشان يشتري منهم بسعر رخيص، وكانه قاصد يقضي عليهم واحد ورا التاني. وبيقفوا وبيقولوا هو باصص للسما، احنا حقيقي محتاجين المطر. وفي الوقت ده بتبقى اندي في بيت تورونتو بتسمع اللي كان بيتكلم فيه مع براين، ولما بيدخلوا بتشوف كشف السحب على المكشوف اللي سايبه والدها، وبتعرف انهم عليهم دين كبير قوي للبنك. والصبح بنشوف براين وهو بيشتغل في المزرعه وبيسمع الراديو، وبيعرف من الاخبار ان المدينه ما نزلش فيها مطر من 378 يوم، وهيئه الارصاد الجويه بتتوقع ان المطر مش هينزل لمده سنه كمان. وبالليل بنشوف اني وهي بتتمشى مع رانتو وبتوصل لغرفه معزوله جنب البيت، وبيخرج براين وبيتخض لما بيشوفها وبيقول لها انت بتعملي ايه هنا؟ فبتقول له انا جاي عشان اشوفها تعمل ايه. فبيقول لها ان ده مجرد مبنى غامض بيحب يقضي فيه شويه وقت، فتستاذنه لو تساله سؤال. هو يعني يحسب على المكشوف. فبيقول لها ان دي حاجات مش لازم تقلق بسببها، وبيقول لها يعني يلا بينا ندخل عشان نساعد والدتك لانها بتعمل فطاير كتير عشان مهرجان والاراما وهي محتاجه مساعده كتير. فبتقول له اكيد عشان اكلها مش حلو، لكنه بيقول لها معاكي حق لكني ما بعرفش اقول لها الحقيقه. فبتعرفه ان ده يعتبر كده، لكنه بيفهمها ان احنا نقدر نعتبرها كدبه بيضاء، وده لانها بتيجي علينا بيبقى الكذب ما فيش فيه مشكله طالما نيتنا خير. فبتضحك وبتساله زي الكدبه اللي قالتها الجده دولي لما قالت لك انك صوتك حلو وبتعرف تغني، لكنه بيعترض وبيقول لها لا طبعا لان انا صوتي حلو فعلا. وبعدها بنشوف اني في اوضتها وبتراجع الفواتير اللي مديون بيها براين، وبتفكر ان الحل ممكن يبقى مع والي جدها. فبتقرر تروح المعمل بتاعه وبتفتش في الملاحظات والابحاث اللي كان بيكتبها، وبتلاقي دراسه لجهاز اسمه صانع المطر، وبتكتشف ان كل القطع اللي محتاجاها في الجهاز موجوده في المعمل. فبتقول لرانت يلا بينا نحاول نركب الجهاز ده. والصبح بنشوف اني مع ماكس وبتشرح لها فكره الجهاز، وبتقول له جدي والي هو اللي اخترعه، وبيظهر مش فاهم حاجه. وبيقول لها انت عارفه ان جدي كان مجنون صح؟ لكنها بتعترض انه كان مجنون، وبتعرفه انه بس كان بيحاول يصلح اي حاجه. فبيسالها يعني هي عايزه يطلع على المكان العالي ده عشان يركب الجهاز. فبتفهمه انه ما عندهمش حل تاني، لكنه بيستنكر لان المكان عالي جدا ولو وقع ممكن يموت. لكنه بيقول لها انا هطلع ومهمتك هي انك تصوريني فيديو لان الفيديو ده هيبقى مفيد جدا في التحدي اللي هقدمه في الفيديو الجديد. وبيطلع ماكس وبتقف اني عشان تصوره. وفي الوقت ده بتخرج سوزي ومتعصبه وبتسال عنه، وبتقول لاني ان اخوها قطع مفرش السفره الجديد عشان يعمل بيه باراشوت، وان الولد ده عايز يموتها. ولحسن الحظ ان سوزي مش بتشوف الجريمه الجديده اللي بيعملها ماكس. وتاني يوم بيبدا مهرجان والراما، وبنشوف اني وماكس هما بيساعدوا سوزي في بيع الفطاير بتاعتها، وبيجي واحد عشان يدوق الفطاير وبيظهر ان طعمها مش عاجبه. فبتحاول اني تعلي صوتها عشان ما حدش يسمعه وبيقول رايه. وبعد شويه بتطلب سوزي من اني وماكس انهم ياخدوا استراحه، وبتسمع اني مسابقه الكلاب. فبتقرر انها تروح عشان تتفرج، وبتشوف اول متسابقه وبيظهر ان الموضوع عاجبها جدا. وبعد شويه بيدخل المتسابق الثاني فيرجوس، واللي بيظهر انه محترف جدا في المسابقه، وبيحقق مع الكلب بتاعه رقم قياسي، وبيقدر يخلص السبق في زمن 41.28 ثانيه. وبتعلن منظمه المسابقه فيف عن الرقم، وبتقول صعب حد يكسره، بس ما تنسوش ان دي مسابقه مفتوحه وممكن اي حد يقدر يشارك، بس فكروا بسرعه عشان المسابقه هتخلص في خلال 30 دقيقه. وفي اللحظه دي بتلمع الفكره في دماغ اني، وبتروح لفيف وبتقول لها انها عايزه تشارك في المسابقه. ففيف بتقول لها اكيد ممكن تشاركي بس لازم تدفعي الاول $20 رسوم، ولو اخدت المركز الاول هتكون الجائزه $500 واول 3 هيتاهلوا للمسابقه الوطنيه. فبتقول لها اني انها تطلب من كل الحضور يمشوا قبل ما يبدا السبق عشان مش عايزه حد يشوفها، لكن فيف بتقول لها ما اقدرش اعمل كده لاننا في مهرجان زحمه اصلا. وبعدها بنشوف اني وهي داخله للخيمه اللي فيها والدتها، وبتقول لها سوزي ما كانش لازم ترجعي لانه واضح ان ما حدش حب الفطاير بتاعتي. فبتاخد اني $20 من غير ما سوزي تاخد بالها. فبتطلب منها سوزي تخرج تكمل لعب، وبتخرج اني وبتتفق مع ماكس انه يحاول يلفت نظر الناس اللي في المهرجان. فبيوافق ماكس وبيروح عشان يتسلق اعلى عمود في المهرجان، وبيبقى كل الناس مستغربين اللي بيحصل. فبيقول لهم اطمنوا انا معايا باراشوت. وفي الوقت ده بتروح اني ورونت لفيف وبتديها $20 وبتقول لها انا عايزه اشارك. فبترد عليها فيف وبتقول لها انك جايه في الوقت الضيق ومحدش من الجمهور موجود، بس ما فيش مشكله انا موافقه انك تشاركي بس خليكي ملتزمه بالقواعد. فبتقول لها اني ممكن ما تبصيش علينا واحنا في المسابقه. فبترد فيف مش هينفع لانها لازم تشوف عشان تحسب الوقت، وبتسالها هي ليه بتطلب الطلب الغريب ده اساسا. فبتقول لها اني ان الكلب بتاعها بيتجمد لما بيكون في حد بيتفرج عليه. فبتفهم فيف قصدها ان الكلب عنده حاجه زي رهبه المسرح. فبتقول لها اني ده صحيح، وهي بتقول لها ممكن تراقبينا وانت مستخبيه. فبتوافق فيف وبيظهر انها عايزه تشارك، وبيبدا رانت في الجري وتخطي الحواجز، وبيظهر انه بيسمع كلام اني وسريع جدا. وبعد شويه بيتم اعلان اني ورانت ابطال المسابقه بزمن 40 ثانيه نقطه 43، وبتاكد فيف ان ده رقم قياسي جديد. وفي الوقت ده بيتدخل فيرجوس وبيشكك في نتائج المسابقه، وبيهدد انه هيقدم شكوى للاتحاد. فبتتجاهله فيف وبيظهر انها متضايقه منه، وبتقول للحضور ان الثلاثه الاوائل في المسابقه هيتاهلوا لمسابقه الرشاقه الوطنيه للكلاب، واللي هيفوز فيها هيتاهل لمسابقه كرامبت في لندن وهتكون جايزتها $250,000. وبالليل بتبقى اني مع
عيلتها، وبتتكلم سوزي وبتقول لهم انها راحت لخيمه الاسعافات الاوليه عشان تطمن على ماكس، ورجعت لقت اني بايعه كل الفطير وبتبقى فرحانه جدا وحاسه بالانجاز، ما تعرفش ان الفلوس دي كسبتها اني اصلا في المسابقه. وبعد شويه بتخرج اني وبتتخيل انها بتتكلم مع جدها وبتقول له انا مش عارفه جهاز صنع المطر مش راضي يشتغل ليه مع اني نفذت كل الخطوات، بس اقول لك يا جدا عندي حل تاني. وبتقول ان هي ورونتا هيروحوا لمسابقه كرامبل الكلاب، وفي اللحظه دي بيحط براين ايده على كتفها وبيقول لها تعالي معايا. وبتدخل اني للغرفه السريه بتاعت براين وبتبقى منبهره من النباتات والزهور الغريبه اللي فيها، وبيديها براين الكاس وبيقول لها اعتقد ان الكاس ده بتاعي، فبتقول له انها كدبت شويه كدب ابيض النهارده، فبيقول لها ما فيش مشكله، وانه عرف ان هي كسبت المسابقه مع رونت. وبتساله عن النباتات الكتير دي فبيفهمها ان ده الانتشار التجريبي، وانه بيهجن بذور مختلفه عشان يزرع حاجه جديده، وبيساعدها انها تطلع على كرسي وبيفرجها على ورده غريبه هو قدر يزرعها، وبيقول لها ان الورده دي زي رونت مش معروف هي من انهي سلاله، بس الاكيد انها فريده ومميزه، وبيقول لها انه عارف انها ممكن تفوز بالمركز الاول في المسابقه الوطنيه. فبتقول له ما اعتقدش ان ده ممكن يحصل لان رونت بيتجمد لما بيبقى في حد شايفه، فبيقول لها ان دي فعلا مشكله ولكنها بنت ذكيه ومبدعه وهتقدر توصل لحل. وبعدها بتبدا اني في تدريب رونت بمساعده اسرتها، وبتحاول انها تخليه يتعود على وجود ناس حواليه، وبتقرر تتحايل عليه وبتوقف كل التماثيل والعرايس والمانيكان اللي في البيت عشان تديه احساس ان في ناس حواليه. فبيظهر على رونت انه بيتقدم وارقامه في السباق بتتحسن، وبعد شويه لما بيبدا اهلها يتدخلوا في التدريب بيظهر ان رونت ملاحظ وجودهم وبيرفض يتحرك، فبتتضايق يعني وبتحس بالاحباط، فبيتجمع اهلها حواليها عشان يواسوها. فبتقول لهم انا مش عارفه اعمل ايه المسابقه بعد يومين. فبتقول لها دولي ان في واحده صاحبتها الكلب بتاعها كان بيحب ريحه الشرابات واخدته عند واحد بيعالج بالتنويم المغناطيسي والكلب اتعالج فعلا. وبتقول لهم انا عارفه ان ده ممكن يبقى سحر بس ايه رايكم لو نجرب. فبيتدخل ماكس وبيقول ان ده حل غبي جدا، لكن سوزي بتقول انه اخر واحد يتكلم عن الغباء، وبيقول براين انه قرا ده في كتاب قبل كده. فبيستغربوا كلهم ان براين بيقرا اصلا، فبيقول لهم ايوه قريت وعرفت ان في واحده اسمها برناديت فازت بالمسابقه الوطنيه 5 مرات على التوالي، وانها ما بقتش بتشارك بس اكيد عندها معلومات كتير، وانها ساكنه على بعد ساعه من هنا. فبتسال اني لو ينفع يروحوا لها بكره، وتاني يوم بتوصل اني البيت برناديت مع والدها ورانت، وبتفتح لها برناديت وبتسمح لها انها تدخل، وبتقول لها المكان اللي قاعد فيه ران هو المكان المفضل لموكس. فبتقول لها اني ان والدها قال لها انهم ابطال، فبتقول لها برناديت ده كان زمان انما هي دلوقتي بطلت تشارك في اي مسابقات. وبتسالها اني ليه، فبتقول لها برناديت ان لما موكس مات ما قدرتش تدرب اي كلب تاني، وحست وقتها انها فقدت صديقها، ولحد دلوقتي هي مرتبطه بيه بطريقه خاصه. وبتقول لاني انها كمان عرفت انها مرتبطه برونت ويا ريت تحكي لها عنه اكتر. فبتقول لها اني ان رونت صديقها المفضل، ولما كان كلب ضال كانت كل الناس بتطارده، ودلوقتي هو بيخاف من كل الناس ما عدا هي، وعشان كده هي محتاجه مساعدتها. فبتقول لها برناديت انت مش محتاجه مساعدتي، وفي سر واحد قدرتي بيه تكسبي كاس مهم جدا. وبتقول لها ان مش مهم انها تدرب رانت قد ايه لانها خلاص كسبت الكاس. ولما ما بتبقاش اني فاهمه بتفهمها برناديت ان ده كاس الترابط والحب والاحترام اللي بينهم، وبتطلب منها تحافظ عليه لانها جايزه غاليه جدا. وقبل ما بتمشي اني بتقول لها برناديت انها مش بتعتقد ان رانت بيخاف من الناس، هو كان وحيد لفتره طويله واني بقت معاه فاعتبرها العالم كله، هو بيجري وبيلعب لانه سعيد وهي دي الحاجه المشتركه اللي بينهم. والمشكله مش في الناس بتشوفه لانه مش عايز حد يشوفه غير اني. وبنشوف اني وهي راجعه في العربيه مع براين وبيبقى واضح انه بيعاني ومش عارف يشوف الطريق من الشمس، وبيفتكر ان النضاره بتاعته اللي كسرها ماكس. وفي اللحظه دي بيخطر لاني فكره عبقريه، وبترجع البيت وبتوري والدتها تصميم عملته عشان رانت ما يشوفش حد غيرها، وبتطلب من والدتها تنفذها لها على مكنه الخياطه بتاعتها. فبتوافق والدتها وبيبداوا كلهم يساعدوها في تنفيذ الفكره. وبتوصل اني للمسابقه الوطنيه لرشاقه الكلاب مع اسرتها، وبتستقبلها واحده من المنظمين بتوع المسابقه وبتقول لها يلا جاهزه بسرعه انت اتاخرتي. فبتحاول والده اني تدعمها وبتديها النضاره اللي عملتها رانت، وبتدخل اني عشان تستعد للمسابقه، وبيروح اهلها عشان يشجعوها من المدرجات. وبتسالها منظمه الحفله عن سلاله الكلب بتاعها، فبتقول لها اني انها ما تعرفش سلالته ايه لانه كان كلب ضال ودلوقتي عايش معاهم وتقدر تعتبره من سلاله رانت. وبتبدا اني تتفرج على المتسابقين اللي قبلها وبتكلم رانت وبتقول له انه يعتبر ما فيش حد هنا غيره هو وهي. وفي اللحظه دي بيسمعها فيرجس وبيطلب من المساعد بتاعه يجيب له كتاب قانون الكلاب. وبعد شويه بتدخل اني عشان تبدا المسابقه، فبيتدخل فيرجس وبيطلب ان هم يوقفوا المسابقه دي حالا لان البنت والكلب بيغشوا، وبيقول ان الدليل معايا هنا البند الثاني من الماده السادسه بينص انه ما ينفعش يبقى فيه اي ادوات قياده او مساعده ماديه بين الملك والكلب بتاعه، والكلب ده بيستخدم اداه محظوره، وانا بقى بطالب انهم يتنحوا عن المسابقه فورا. وبتروح منظمه المسابقه وبتطلب من اني تدخل مع لجنه الطوارئ، وبتدخل اني للجنه وبيسالوها عن الاداه اللي بتستخدمها مع الكلب، فبتعرفهم ان دي ستاره عشان ما يشوفش حد غيرها وهي مش هتخليه يبقى اسرع، وهي اساسا مش عارفه اذا كانت هتنفع ولا لا. وفي الوقت ده بيبدا فيرجوس المسابقه مع الكلب بتاعه، وبيظهر انه بيحطم رقم قياسي جديد وبينهي المسابقه في وقت 38.86 ثانيه، وبيبقى ترتيبه الاول على كل المتسابقين. وبنرجع وبنشوف اني قدام لجنه الطوارئ، وبيعرفها رئيس اللجنه انها مش هتقدر تتاهل للمسابقه عشان في صوتين معاه وصوتين ضدها، وبيقول لها ان زميلنا الخامس مش موجود ومش هيقدر يديلك صوته، وعشان كده احنا خلاص قررنا ان انت مش هتدخلي المسابقه. لكن في اللحظه دي بتوصل برناديت
وبتقوله يبعد ايده، وبتعرفه انها تصوت لصالح اني ورونت، وبنعرف انها العضو الخامس في لجنه الطوارئ. وبتدخل اني ومعاها رونت وبتتمنى ان فكره الستاره بتاعتها تنجح، وبتتكلم مع رونت وبتقوله انه يعتبر المكان ما فيش فيه حد غيره. وبتبدا المسابقه وبتنجح فكرتها، وبيبدا رونت في تخطي الحواجز والجري، وبيقدر ينهي المسابقه بوقت 38.78 ثانيه، وبيتم اعلانها هي ورونت بالمركز الاول. وفي الوقت ده بيدخل فيرجوس وهو متعصب وبيبدا يكسر في الحاجات اللي حواليه، وبيقول لهم انا اللي فزت بالمسابقه مش البنت دي. لكن لجنه تنظيم المسابقه بيدخلوا وبيخرجوه بالقوه. وبنشوف انوي في العربيه مع اهلها، وبيبقى واضح انها سعيده، ووالدتها بتعرفها انه كلهم فخورين بيها. وبيسالوا ماكس احنا امتى هنسافر لندن، فبتعرفوا دول لي ان هم تقريبا كده مش هيسافروا. وبتقرا لهم شروط مسابقه كرامبت، وبتقول لهم ان تكاليف السفر كلها تبقى على المتسابق. فبيقول لهم ماكس يعني الفلوس اللي كسبها من بطوله الرشاقه مش هتكفي. فبتاكد له دولي انها للاسف مش كفايه. وتاني يوم بتقرر والده اني انها تحاول تجمع تبرعات من اهل المدينه، وبتعرض عليهم انهم يشتروا الفطائر بتاعتها. فبيقرروا كلهم انهم يساعدوها، وبيرفضوا طبعا انهم يجسوا بحياتهم وياخدوا من الفطير بتاعها. وبتوصل فورموسبي ومعاها مجموعه من زمايل اني في المدرسه، وبتقدم لوالده اني ظرف فيه مبلغ كبير، وبيظهر ان كل زمايل اني بيحاولوا يدعموها ويساعدوها. وبترجع والده اني للبيت وبتبدا تحسب الفلوس اللي جمعتها، وبتكتشف انهم لسه ما قدروش يوفروا المبلغ المناسب للسفر. وبعد شويه بيوصل براين وبيبقى معاه مبلغ كبير وبيفاجئهم بيه. فبيفرحوا كلهم وبيسالوها جاب الفلوس دي منين. فبيقول لهم هو بيضحك انا سرقت بنك. وبتدخل اني وبيفاجئوها وبيعرفوها انها تقدر تسافر عشان تشارك في المسابقه. وبيقطع وقت السعاده ده وجود روبرت، وبيخرج براين وعيلته عشان يقابلوا. فبيقول روبرت ان الاملاك بتاعته اتعدت تاني على ممتلكاته، وانه قدر الخسائر اللي تسببوا فيها، وهو المفروض دلوقتي ياخد 12000 دولار. وفوق كل ده وبناء على ميثاق الاغنام تحفظ على القطيع بتاع براين لحد ما يسددوا الفلوس. وبالليل بيظهر على براين انه مهموم بسبب اللي حصل، وبيفكر يدفع الفلوس اللي جمعوها روبرت عشان يرجع قطيع الاغنام. فبتتكلم مع دولي وبتاكد له ان والده اكيد فخور بيه، وبتقول له ما فيش حاجه اهم من الناس اللي موجودين تحت سقف البيت ده، عيلتك يا مكسبك الحقيقي. وبتقول له انا عارفه انك اشتغلت بكل قوتك عشان تحافظ على المزرعه، ومتاكده ان روبرت مش هيقدر ياخدها منك مهما حصل، وهو بيحاول يدمرك زي ما عمل مع والدك. وبتنصحه انه يسافر مع بنتهم ويحاول يستمتع ومحدش عارف يمكن يفوز. وبتوصل اني مع والدها لمدينه لندن، وبيدخل براين الاوضه اللي واضح انها في فندق رخيص وقديم جدا. وبيكلم سوزي وبيقول لها ان الغرفه واسعه جدا وجميله، وكمان قادر يشوف جسر لندن من الشباك. وبيظهر على اني انها بتضحك على الكذب الابيض اللي بيقوله والدها. ولما بيخلص المكالمه بيقول لها ان والدتها بتسلم عليها وما تنساش تسرح شعرها قبل النوم. فبتقول له اني انهم لازم يكونوا موجودين بدري جدا في مكان المسابقه عشان التصفيات، والنهائي هيكون بعد الظهر ده لو قدروا يوصلوا للنهائي يعني. لكن براين بيطمنها انهم اكيد هيوصلوا. وبتساله هل دي كذبه بيضه، لكنه بيقول لها انه مش بيكذب عليها، هو فعلا مؤمن بيها. وبيقول لها يلا بينا عشان نستريح. ولما بيقعد على السرير بيتكسر بيه، فبيقول لها الكذبه البيضه ان السرير فعلا مريح. والصبح بنشوف اني وهي بتكتب جواب لبرناديت، وبتقول لها انهم وصلوا لندن وانها بتتمنى تقدر توصل للنهائي. وبتعرفها ان ما جاش فرصه مناسبه عشان تشكرها على مساعدتها ليها. وبتطلب منها تزورها يوم في إبسون داونز لو قدروا يحتفظوا بالمزرعه يعني. وبعدها بتوصل اني لمكان المسابقه، وبيتم الاعلان انها اصغر متسابقه في التاريخ. وبتبدا في جوله التصفيات مع راند، وبتقدر تحقق رقم التاهل للنهائيات. وبيقابلها فيركوس اللي بيبقى واضح انه مش حابب وجودها، وبيخطط عشان يخرجها من المسابقه. وبيقول لها انا مش هسكت على الغش اللي عملتيه انت والكلب بتاعي، واشوفك بقى في النهائيات. وبعد شويه بنشوف اني مع 9 متسابقين تانيين يتاهلوا للنهائيات، وبنشوف اهلها وزمايلها في المدرسه ومعاهم برناديت عشان يتابعوا المسابقه ويشجعوها. وبيظهر التوتر على اني لما بتشوف فيركوس وهو داخل المسابقه، وبيستعرض زي الساحر وواثق جدا من نفسه، وبيبقى هو المتسابق اللي قبل الاخير وهي تدخل بعده. وبيبدا فيركوس المسابقه وبيقدر يحقق رقم 37.52 ثانيه، وبيوصل المركز الاول. وبيجي الدور على اني، فبيقولها براين خليكي على طبيعتك واعملي اللي تقدري عليه واستمتعي. فبتقول له انهم مش محتاجين للحظ. وبتدخل وهي واثقه من نفسها، وبيقابلها فيركوس وبيخبط فيها وبيوقعها على الارض، وبيعتذر لها وبيقول لها انه بيتمنى ان الكلب الافضل هو اللي يفوز. وبتدخل اني للمسابقه، وبيبقى كل اهل المدينه بيتفرجوا عليها وبيشجعوها. وفي اللحظه دي بتظهر الصدمه على اني لما بتكتشف ان الغمامه بتاعت رونت مش موجوده. وبنشوف فيركوس وهو بيرميها، وبتطلب اني من الحكم انها ترجع عشان تدور على الغمامه بتاعت رونت. فبتعرفها الحكم انها لو رجعت هتعتبرها منسحبه من المسابقه، ويا ريت تاخد وضع الاستعداد. لكن روني بتعرفها ان هو محتاج الغمامه بتاعته، فبتعيد الحكم انها لازم تاخد وضع الاستعداد بتاعها. فبتتكلم اني مع رونت وبتقول له انها واثقه انه هيقدر يعملها من غير الغمامه عشان بيتها وعشان كل الناس اللي بيشجعوها وساعدوها توصل لهنا، وان اللي جاي مجرد ثواني بس هتغير كل ساعه وكل يوم جاي. وبتبدا تستعد عشان تدي امر لرونت بانه يبدا المسابقه، لكن للاسف رونت بيتجمد وبيرفض يتحرك. فبتشيله عشان تخطي بيه الحواجز، فبيحسبوا لها الحكام محاوله غلط. وبيظهر ان كل الناس متعاطفه معاها. وفي الوقت ده بيخرج براين وبيحاول يدعمها، فبتعتذر له. فبيقول لها ان ولا يهمها، هي شجاعه وهو فخور بيها. وبرغم فوز فيرجوس الشرير الا ان اني بتقدر تكسب قلوب كل الناس اللي بيتابعوا المسابقه. وفي الوقت ده بنشوف جهاز صانع المطر بيشتغل، وبيبدا نزول المطر على مدينه إبسون داونز، وبيخرج كل سكان المدينه عشان
عشان يحتفلوا، وبيخرج روبرت الشرير وهو بيتصدم وهو شايف المطر بينزل على المدينه بعد ما منع عنها الميه لشهور طويله، وبينزل النهر وبيغرق. وبنرجع وبنشوف اني وهي ماشيه وسط ممر شرفي من المنظمين والمتسابقين اللي كانوا معاها، وبيتدخل فيركوس وبيزعق وبيقول اللي بيحصل ده هم ازاي بيسقفوا لها، وبيطلب انهم يسقفوا له لان هو اللي فاز بالمسابقه، انا افضل واحد في العالم. فبيتدخل المساعد بتاعه بيقول له شيريوت هي اللي فازت، وبيتهمه انه شخص غشاش وحقير وانه مستعد يستقيل من الشغل معاه. وبعدها بتخرج اني مع براين وبتعرفه على مكان للنباتات النادره، وبيبقى واضح انه سعيد جدا، لكن اني بيبقى واضح انها حزينه، وبتقول له انها فكرت انهم ممكن فعلا يقدروا يفوزوا حتى من غير الغمامه. فبيقول لها براين ان هم ممكن يجربوا تاني السنه الجايه، وممكن يجيبوا له مدرب يحاول يعدل سلوكه. فبتقول له اني ان هو مش محتاج تعديل، هي بس كانت بتحاول تطلب منه يبقى كلب تاني، وده مش عدل. واللي اسوأ من ده كله انهم بعد ده كله ما قدروش يوصلوا لاي حاجه، لكن براين بيعرفها انها قدرت توصل لنهايه وده انجاز كبير. بس اني بتحس انها ما قدرتش تفوز ومش هتقدر تسدد السحب على المكشوف، ولا هيقدروا يسددوا فلوس روبرت، وممكن بيتهم يضيع. لكن براين بيعرفها انها ذكيه وبتفكر في كل حاجه وانها لطيفه جدا، لكن ما ينفعش تشيل هم العالم كله لوحدها، وانها مش مسؤوله تصلح كل حاجه. فبتقول له انا ببقى سعيده لما بصلح اي حاجه، لكنه بيقول لها انها لو فضلت مشغوله بالحاجات اللي المفروض تتصلح هتضيع الحاجات اللي شغاله فعلا. وفي الوقت ده بيجي لهم مكالمه من العيله، وبيستغرب براين لما بيشوفهم بيحتفلوا، وبيسالهم ما بيحتفلوا بايه. فبتقول له سوزي المطر نزل، وبيقول ماكس الجهاز اشتغل وفي عاصفه ومطر كتير، مش بس كده لا ده احنا كمان بقينا ترند، انا عملت عنكم فيديو وجاب 20 مليون مشاهده. وبترجع اني لمدينه ابسون داونز وبتشارك مع رانت في اعلانات اكل الكلاب، وبترجع المزرعه بتاعتهم تخضر مره ثانيه، وبيبدا براين يبيع النباتات اللي بيزرعها، وبتبدا سوزي توزع الملابس اللي بتصممها. وبيوصل مساعد فيركوس وبيعتذر لاني وبيبلغها ان فيركوس تم وقفه نهائيا عن المشاركه في اي مسابقات واتجرد من اللقب. وفي الوقت ده بنشوف ماكس وهو بيحتفل بوصول القناه بتاعته ل 8 مليون مشترك، وبتوصل برناديت وبتسلم على اني وبتعرفها ان الجواب بتاعها وصل، وبتفاجئها بانها معاها كلب جديد وسمته اني. وبيبدا براين يتكلم مع اني وبيقول لها ان في تغييرات كتير جدا حصلت في المدينه، والناس رجعت للمزارع بتاعتهم وانضموا لهم كمان ناس جديده، وده يوم جديد ووقت مناسب انهم يعلنوا عن التنميه الجديده للمدينه. هو حد هم بيحبوه واداهم امل في اكتر وقت كانوا محبطين فيه. وبتكشف اني عن التميمه وتتفاجئ انها تمثال لرانت، وبيبدا اهل المدينه يحتفلوا بيها، وبتاخد اني صوره عائليه مع اهلها، وبيبقى رانت معاهم في الصوره وكانه فرد من افراد العيله. وبيخلص الفيلم.